السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ عساكم طيبين. ورجع لكم فيديو جديد، وطبعا اليوم هذا الفيديو راح يكون عن مباراة بين الأردن وقطر يا متابعين. طبعا يا متابعين، هذا فريق الأردن هنا فريق قطر. طبعا قبل ما نبتدي بالمباراة يا متابعين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير وكومنت وجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، ودعونا نوصل 1400 مشترك. طبعا الآن 1330 أو 1320. طبعا يا متابعين، الآن طبعا هنا فريق الأردن تمام، وشعاره موجود طبعا، يعني صورة العلم، لكن هنا هذا الاسم مو مكتوب، يعني الأردن مكتوب فلسطين. طبعا يا متابعين، أنا زمان كتبت اسم فلسطين، يعني لدي كنت أظن إن فريق فلسطين، وما انتبهت إن في هذا العالم، يعني هذاك اللي لونه أحمر المثلث فيه دائرة بيضاء. أوكي، لكن طبعا هني الحين مكتوب هني فلسطين، لكن راح نسمي هذا الفريق الأردن، ويبين من الأردن لأن العالم صورته هي، يعني العالم هو مال الأردن. لو كان مال فلسطين ما في الدائرة البيضاء. أوكي، وطبعا هل تتذكرون يا متابعين عندما كانت مباراة كأس آسيا 2023 النهائيات بين قطر والأردن؟ طبعا فازت قطر كلها، ركلت يعني ضربة جزاء ركلها أكرم الفيف. أوكي 3-1. لكن طبعا راح اليوم نباراة نفس الشيء، لكن بدون ما في كابوس. لكن عشان ما نتأخر عليكم يا متابعين، أوكي، طبعا راح أكون أنا مع فريق الأردن. بالشوط الأول راح أتحكم باللعبة، يعني تختار لي لاعب أكون ألعب فيه، وبالشوط الثاني ما راح أستخدم أي لاعب وشاهد بس مشاهد. أوكي، يعني الحين الشوط الأول راح ألعب، والشوط الثاني لا. طبعا فاول من بدايته. طبعا الملابس حق فلسطين بيضاء، وأتوقع نفس المرة اللي طافت يوم كان يباراة بالنهائيات. وهذا فريق قطر ما أدري شنو اللون هذا، عنب. أوكي، يلا خليها الشوط الحالي برتقالي قوية. لا، لو الحكم يلحظ فرصتنا. والله كان جول. المشكلة بعض الأحيان تبي يصير ركلوه زين، تركلوه العلي زين، راح ناخذ شو يعني. يمكن هذا اللاعب اللي قلت اسمه علي قوي بالحقيقة، لكن ضعيف يعني باللعب هذا. طبعا يا متابعين، كنت ابي اني ما اسوي مباراة بين الأردن وشنو اسمه وقطر. اوكي، الحين قاعدة نسوي يعني قدام، يعني الأردن وقطر. كنت بسوي بين فريقين، عندي فريق سنة اوكي، وبين فريق ثاني، فريقي القديم. لا، فريق القديم كنت قائد اكتب هذا. الآن فريق هذا لا مرة حاولنا نسجل، يعني لما قربنا. هذه أحسن حاجة، لما نقرب لهني ونركلها عالية بعدين نسجل. أيوة فرصة، والله فرصة. أوه، شنو ذا؟ 3 مرات مرة بنفس الوقت. كانت قريب من العرض مركز، واللعب إذا صدنا بينا ما استغفر الله وأتوب. يعني المشكلة من جديد. أيوة، المشكلة لما تجيني الكرة يركضون ورانا. يلا إن شاء الله الجول. والله لو وصلنا الحارس بس لو قربنا شوي، عشان بس يعني لو قربناها شوي علشان لو دخل مسك الحارس، دخل تقول لي بتبقى عليه. وجول! يا سلام، كفو
شرارة. شراب والله بالدقيقة نزلت الملوى الثانية. خلينا نعيد اللقطة ونشوف هل في واحد ساعد ولا لا. لما سجل ايه اتوقع صنع الجول، ما ادري شو اسمه لك بعدها هدد. والله طريقة الحركة. طبعا هذه اللعبة اتوقع احسن لعبة لان فيها كل شيء يتغير كذا، بس ما فيها المشكلة اتوقع عربي. ما سويت محفزات كثيرة عليها، يعني كل يوم كنت العبها واحصل اشياء وادخل اي مكان بعدين افهم شنو معناه. الحين صرت اعرف اتحكم كل يوم افوز، يعني حتى ما اعرف العب اهم حاجة اعرف كيف اخليهم يبارئون مع اي حاجة. كأس كنت ابي اشوف ثاني بس يلا، يعني مو يعني شفت عليه لكن مو هذه مو علي وايد ابي اشوف يعني توصل عند الحرس اللي ضدها. اقصد هذا الزغرة اللي الزرقاء اللي ضغطت عليها وخليتها بتروح ما خليتها. لا ايوه احسن شيء إذا 6 دقائق إن شاء الله يفتح لي مرة ثانية. انتظر بس بفتح الآن بالأحمر، أو كنت بفتح كنت بحلف لو حلف. الشوط الأول 1-0. الآن كما وعدتكم راح أغير خليهم الحين ما راح أتحكم شوفوا ما في بس كده الفضل. لأن أقول لكم شيء، بعض الأحيان لما تكون أنت فريق، مثلا أنت فريق قطر وفلسطين واحد وخليتهم يلعبون الحال، بيفوز فريقك حتى لو خاسر بيسجل أجوال. يعني كم مرة أنا شو سويت، كم من مرة بعض الأحيان يعني أكون فريقي بعدين فريقي يفوز لأني خلاص ما أتحكم في شغل. لما أتحكم فيه ما أعرف كيف أضغطه. راح أكون الحين معلق. هذا القلب كله مع شارع. هذا يتقدم وسأل التوفير كلها مرة أخرى. الله الله، محاولة جيدة الآن. أيوه هذا جول كان راح يسجل شرارة الآن مع باكر. بس ما أعرف اسمه. وين أكرم عفيف؟ أيوه أكرم عفيف أراويكم إياه. يعرف يلعب خارج لكن ما يعرف يلعب داخل. أوكي ما سويته صح بس يعني. أكرم عفيف غلط الهجوم. ما سوى ولا شيء، لا فاول ولا شيء. أنا ما قلت لاعبين زينين ولا أوكي. ولا تبغى الكرة مع عفيف. أكرم عفيف الذي ذكرناه قبل قليل، والآن كل إلا صاحبي زميلي علي بن علي لا آتم حسب يسجلون الجول الهدف الأول. لا أكرم عفيف لو تقدموا قليلا. ركلة عالية والآن تبقى الكرة مع دابوكي إلى اللاعب شرارة شرح. اوكي هل سوف يسجل الهدف الثاني؟ لا ندري يا تيم هذا كل يوم يصنع الأهداف، كل يوم يتقدم. الله اوكي شرارة يتقدم من جديد. شرارة الأماكن على ركلة إلى شرارة من جديد. مشكلة خلاص. كان جول للمرة السادسة. 6 مرات حاولوا يسجلون شوط في الفريق الأردن، 3 مرات لفريق قطر، بس 6 مرات استطاعوا تسجيل هدف واحد الأردن.
تخيلوا الآن لو هو يسوي ضربة يسوي يطير أكرم يسجل 3 أهداف. هل هذا معقول؟ هل هذا يقول الآن؟ لا ندري يا الله. ترجع إلى الحارس ركلة عالية لكن تبقى مع شرارة من شرارة للاعب ماشي اوكي. لما كاين على إضافة 4 دقائق تدخل كلنا مع هداد. هذا الجول الثاني شرارة هل سوف يسجل؟ جول في دقيقة 93 و15 ثانية. الجول الثاني أوف الله يسجل وإعادة اللقطة. ومن صنع الجول الآن ومع انتهاء المباراة إعادة اللقطة الثانية الآن شرارة بدون أي مساعد يعني ما في صنع الجول بس جول. وتم انتهاء المباراة بفوز فريق الأردن 2-0 لكن كان أقوى فريق يعني بالنسبة للبوسيون يعني مش فلسطيني قريبا. والأردن 54 على 46 في الشوطات 7 للأردن. أول شيء راح أقول للأردن هذه النقطة 7 لقاء للأردن و3 قطر. والبسط 41 للأردن ولقطر أيضا نفس الشيء ركنية فقط لفريق قطر. فاولت على فريق قطر اوكي. طبعا هذه المباراة كانت جدا رائعة جدا وكل اللاعبين استمتعوا اوكي. إذا تريدون يا متابعين مباراة جديدة بين فريقي وفريقي القديم اكتبوا لي في التعليقات وإلى اللقاء ونراكم بحلقة جديدة من يا كرة قدم يا روبلوكس يا ما طبعا انا كنت حابب اني اسوي فيديوهات عن فري فاير بس ما عاد اسوي ولا عندي اللعبة بس ما عاد العبها ولا استخدمها. والى اللقاء يا متابعين. من يريد ان اضيفها في روبلوكس يعطيني حسابه ويكتب لي في التعليقات.